وهي برضه عايزه شويه اهتمام، عايزه شويه مشاركه. دول لو اتظبطوا في المهارات بتاعه التواصل بتاعتهم، او ان انا افهم ايه اللي ورا ده، بيساعد كتير. اللي بيتضرب من اهله بيتعامل كده مع اولاده، اللي بيشوف مثلا والدته كانت مسيطره فبيحاول يقهر الست اللي معاه عشان يطلع العقده دي. طبعا ده بنشوفه يعني، وطبعا الشفاء من عند ربنا يعني أكيد. لكن كأسباب ومسببات يعني الحمد لله دي تول وسيلة ربنا أهدها لنا. واي نوت يعني، دي حاجة حلوة قوي. طيب احنا في الفترة دي اهلنا دايما كانوا بيقرروا لنا انت هتدخل كلية ايه، انت هتعمل ايه. هل ده هينفع مع الجيل اللي جاي ان احنا نقرر له؟ وهل ده صح ولا غلط؟ يعني احنا ساعات بنقعد مع نفسنا نقول طب بابا كان عاوزني ابقى دكتور بس انا ما كنتش عاوز ابقى دكتور. طب كنت عاوز تبقى ايه؟ مش عارف. يعني انا فعلا مش عارف كنت عاوز ابقى ايه. فهل مفروض اعمل ايه عشان ادربهم ان هم ياخدوا قرارهم في الفترة دي؟ ده ما يعني لو احنا بنسأل المفروض نعمل ايه من وهو في بطن امه بقى نشتغل عليه بشكل نفسي. اول سنتين من العمر اللي احنا مستهترين بيهم دول نشتغل كويس جدا على نمط التعلق بتاعنا بيننا ما بينهم. حلو. بعد كده على ان هو يكون جزء من القيم الحياتيه في حياته، ان هو يحققها، انه يبقى عنده الاوتونومي او الاستقلاليه، انا اقدر اعمل ده. وبعد كده يبقى عنده انيشيشن، اقدر ابادر واخد حاجات واقول البس ايه وما البسي ايه واعمل ايه. بعد كده ابدا شويه كده احمله شويه مسؤوليات على قد سنه، واشركه في البروسيس الحياتيه. هو محتاج يشوف كده منظومه اسريه حصلت قدامه. المنظومه الاسريه دي مش بيرفكت، لا ده في اوقات احنا بتخلص فيها الانبوبه وعايزين نحل المشكله الفلانيه. في اوقات احنا محتاجين الفلوس خلصت فاحنا محتاجين نعمل حاجات توافقيه. في اوقات احنا عندنا مشكله بعد الشر وفاه، عندنا مشكله ان حد ظروفه اللي في العمل او في اخوك او اختك فشل في امتحان، فشل في مسابقه. بيعيش الفول رينج بتاعت الحياه. ده بيأهله من بدري قوي ان هو يبقى طالع عارف هو بيعمل ايه. وفي آية في القرآن كده بتدلنا احنا نقيس اللي قدامنا قادر يتحمل مسؤولية قراراته ولا لا، اللي هي الآية بتاعت وإن آنستم منهم رشدا. آنستم منهم رشدا، هو ما حددش سن معين. هو تحسي كده الواد ده يجي منه ولا طايش ومش فاهم هو بيعمل ايه. واعتقد ان الاجيال اللي بعد كده هتبقى سابقانا في خطوه ان هي تبقى عارفه نفسها اكتر، وعارفه هي عايزه ايه، والتايب بتاعت البرسوناليتي بتاعتها ايه، وايه اللي ينفع معاها وما ينفعش معاها. وكمان عشان ابقى بس يعني منصفه للاباء والامهات والاجيال برضو واولادنا، هو الاب والام ما بيتكلموا out of fear او out of anxiety عليهم. هم خايفين عليهم، ان هم شايفين ان يعني احنا اغلب المصطلحات النفسيه اخدينها من سياقات اجنبيه. السياقات الاجنبيه دي البيزكس اوف لايف كده، اساسيات الحياه موجوده. اكل وشرب، وان هو لو بيشتغل يعني فراش هيبقى اموره الماديه والاجتماعيه والبرستيج بتاعه مقدر. احنا في مجتمعات لا، انت لو مش بتشتغل شغلانات معينه انت كده مالكش اكل ومالكش علاج مجاني ومالكش دراسه مجانيه ومالكش فرص للتعليم وفرص للتعيين. هو الاب والام بيتكلموا من السياق ده، ما اقدرش انا اغفله. عشان دي بقى واقعه بتحصل احيانا في العلاج النفسي، اني لا انا بتكلم بشكل اني لا الاب والام لهمش تدخل ابدا وما يقولوش ابدا. لا، هو برضو هما بيقولوا عشان هما خايفين الريزلت هتطلع ازاي، الولد ده هيقدر يعني يقيم بيت ويقيم نفسه ولا لا. فناخدها في الاعتبار، نحطها في الباك جراوند وكرأي استشاري، وابصر ابني او بنتي ده بالعواقب. خلاص بس بعد كده اخليه يخوض التجربه. لاني لو ما خدهاش بقى طب لو انا حاسس ان التجربه دي هتقول الى الفشل، اقول احساسي وليه لا ما اسجل، اعمل تسجيل لموقفي. اسمها اني انا عملت كذا رغم ان بابايا قال لي كذا، ورغم ان مامتي قالت كذا. هو احنا موجودين. انا برضو لو فشل برضو هو ابني يعني. انا هسبورت الفشل ده. شفت بقى انا قلت لك يعني أيوه. خلاص هو لازق، هو ابني، هو لازق فيا. فنحاول نعملها ببالانس. يعني اهم حاجه نديله ادراك للعواقب بتاعته، وهل هو مستعد يتحملها ولا هلبسها انا. انا ممكن هو يروح كليه ويفشل فيها وانا اللي كنت دفعت ومش قادره ادفع تاني. طب اعمل ايه بقى؟ احنا اتشردنا احنا تاني برضو. ان انستم منهم رشدا. الولد ده واعي للعواقب دي وهيتحملها كاملا. يعني زمان ايام اهالينا كانوا عصاميين، ما كملش كليه هيروح يشتغل، عنده حرفه. ما احنا قلبنا مش هيطوعنا الموضوع ده.
بالذات ان التعليم بقى مرتبط زي ما حضرتك قلتي ببرستيج ووضع اجتماعي ووضع، حتى انت هتروح تتقدم لواحده هتقول ايه. صحيح صحيح، هي موازنة يعني نعتقد فيها ان يعني نوكل الامر ربنا، احنا بناخد بالاسباب وملك مربي ده من عند ربي في الاخر يعني. قاربوا وسددوا يا باشمهندس، احنا مش هنقدر نعمل كل حاجه، ماشي. هنعمل القدر المستطاع، واللي مش قادرين او ما وصلناش فيه النتيجه خلاص خلاص يعني دي بتاعت ربنا، دي بتاعت ربنا. دي بتاعت ربنا. طيب احنا دايما بنقول احنا مش فاهمينهم ولا هم فاهميننا، الجيل الجديد ده، مهم. فازاي نقرب المسافات ما بيننا وبين بعض؟ هم بياخدوا فتره، هم مش حابين التواجد مع الاسره، هم حابين مهم. التواجد مع اصحابهم اكتر وحابين، واحنا عشنا الفتره دي. مهم. فانا مش عارف في الفتره دي هل احنا لينا دور ولا احنا نسيبهم يعملوا زي ما احنا عشنا. يعني نبقى برضو موازنة، مش نسيبهم خالص، وان هو بقى ليا دور يعني يبقى متدخل في كل حاجة. هو في الفترة دي هو محتاج يعلن عن نفسه. انا الفترة دي بتاعت الايدنتيتي، التعريف بالذات، انا مين، هويتي ايه، ليه انا ديانتي كذا، ليه انا موجود في المجتمع الفلاني، طب انا نفسي اكمل بالشكل ده ولا لا، عاجبني ابويا ولا مش عاجباني امي. كل ده اللي هي الايدنتيتي كرايسيس، او فترة ازمة الهوية اللي بتحصل في فترة المراهقة. وزي ما بقول لحضرتك هو موازنة كده ما بين ان احنا لا بندي يعني كومنتاتنا او تعليقاتنا، ونخلي الحوار دايما دائم. دايما دائم. طب هل هيحصل كده يعني هيحصل النفور من الاهل شويه، هيحصل ولا ليه علاقه ان انا ابدا اجذبه تاني ولا اسيب الامور؟ يعني ده شيء طبيعي وهيحصل، شيء طبيعي وهيستدرك يعني باذن الله اذا عدينا الازمه النفسيه دي بسلام. هو كل مرحله عمريه ليها ازمه نفسيه كده، عديناها بسلام وخلصنا منها وانتقلنا للمرحله اللي بعدها ما عديناش بسلام، هيفضل مراهق العمر كله بقى اللي هو انتوا هفضل بقى عنيد للابد يعني. يعني في الغالب الفتره دي بيبقى متعارف فيها ان الشباب عايزين يجربوا حاجات جديده، عايزين يصيعوا شويه، عايزين يشربوا تمرد من اجل عايزين التمرد، يجربوا نفسهم. وانا ليا ايدنتيتي مستقله ولا انا لازم ابقى يعني تابع، ودي جزء في نضجهم يعني. وفي الغالب بتعدي، ولو ما عدتش يعني بنحاول، احنا بنقارب ونسدد يعني. محدش عارف النتيجه بتاعت اي حاجه ايه على فكره. انا عارف اكيد. بس هل التعامل الصح معاها، انا بس التعامل ان انا اشد ولا ما اشدش؟ في ناس تقول اصلا لو ما شدتش خلاص هيفلت مني، ولو شديت قوي وارد برضو يفلت. اوكي، يبقى في النص شويه. انا بركز على حاجه هي المهمه، وبتغافل عن 90% من باقي الحاجات. حلو. يعني التربيه اغلبها تغافل، وفي حاجات لا انا بركز فيها، الحاجات اللي هي بتمشي في القيمه بتاعه الشخص، المنظومه القيميه بتاعته، امانته، صدقه، التزامه بوعوده، ارتكاب حاجه كبيره. يعني مهم ان انا ابقى كده وابقى مصاحبه، اتكلم بلغته، ده هيساعدني قوي اني افهمه. طب هل في الفتره دي في تربيه ولا اللي ربى يعني خلاص اللي حصل احنا بنحصد بس النتيجه؟ لا يعني احنا طول الوقت هنربي طول الوقت هنربي عشان ده مسؤوليتنا يعني. النتيجه ايه دي بتاعت ربنا يعني. انا اقصد يعني في انبوت، في حاجات بتدخل، ولا لا خلاص انت دلوقتي مستني النتيجه يعني فتره؟ لا الفتره دي لغايه 18 سنه، وبعض علماء نفس قالوا كمان لغايه بدايه العشرينات. احنا لسه تحت 18 سنه، لسه ما تكونتش الشخصيه بشكل كامل. ما اقدرش اقول ان هي ثبتت على كده. فاحنا قدامنا مساحه لا قدامنا مساحه نغير ونفكر ونقول وندعي ونجرب حاجات تانية، ونشوف ايه اللي كان مناسب ليهم، ايه اللي ما جربتوش، ايه اللي عملته، اسمع هنا وادور على هنا، استشير حد متخصص في حاجات كتير اقدر اعملها يعني. طيب في ناس دلوقتي ضحيه، وفي ناس عايشه دور الضحيه. ازاي اعرف نفسي انا ضحيه حاجه معينه ولا انا عايش دور الضحيه؟ واحنا ما بنحبش دور الضحيه ولا اللي عايش ضحيه. يعني هو نمط، ايوه بعض الناس بيفرض عليهم في وقت ما من اوقات حياتهم ان هم بيكونوا جزء مثلا من ابيوز حصل او اساءه حصلت. ففي الوقت ده هي يعني كانت يعني مجني عليها، وده قدر جزء من اقدارها يعني. بس بكل الاحوال هو احنا في العلاج النفسي بنهدف ان الشخص يكون عنده تولز انه ما يبقاش في الدور ده، ما يبقاش في المحطه دي. طب ازاي ما هم بيأذوني؟ ما هو دور حضرتك اللي بتتعلمه بقى انك تحط الحواجز ان ده مش الاذى مش هيتكرر تاني. ما هم بيأذوني، وهم كلهم هم في دور تجاه حضرتك. ايوه احنا عارفين ان هم مسيئين،
بس في الوقت ده اللي هو احنا عايزين عليهم شويه كده ايه يخربشوا شويه. حلو. يعني مش طول الوقت اللي هو لازم تبقى لطيف وما تغضبش، لا ده احنا بنعلمهم كمان الهيلثي انجر، ازاي يبقى عندهم غضب صحي ويعلنوا موقفهم ويقولوا انا في الوقت ده بيتم التعدي على حقوقي او حدودي منتهكه بشتى الطرق يعني. فبوجه عامل الاتنين مش هيوزنوا، لان كمان بعض النظريات النفسيه بيقولوا ان الضحيه في يوم من الايام هيتحول لجاني، والجاني هيتحول لمنقذ، وهنلف في دايره كده ثلاثي ما احناش عايزينه. عايزين خلاص اذا كنت تعرضت لاساءه اني احاول ان انا اوقف الاساءه دي، وان ما يكونش باترن في حياتي سواء انا اللي باذي او بتاذي يعني. اشوف ايه مواطن الخلل في شخصيتي اللي بتخلي اللي قدامي يبقى شايفني عرضه اني تتارجت بقى. انت بتستحمل، انت بتسامح كتير، انت المغالاة في اي حاجة ممكن يوصلني ان انا ابقى مأذي يعني. اتفضل. شكرا. في حاجة ولا ايه؟ لا عادي اتفضل. تمام. تشتغل ايه؟ انا بشتغل مهندس. على فكرة انا مش تعبان. اكيد. طيب في حاجة مضايقك؟ والله انا مش مضايقني غير التابلو المايل ده. ازاي انتوا قاعدين كده يا جماعة؟ في ايه؟ على فكرة اللي مش تعبان هيتعب من التابلو المايل ده. شكرا لاهتمامك، كده افضل. مش اهتمام ولا بتاع، ده غلط. انا ما بحبش الغلط بصراحة. انا ما بحبش الغلط. انت عارف انا مرة رحت زرت اخويا لقيتهم حاطين 3 درجات خشب من اشكال مختلفة في الصالة بس 3 درجات خشب. تصدق دي؟ خربت الدنيا. انا خربت الدنيا وقتها. انت عاوز تسيطر على مشاعرك وتفلتر الكلام شويه. مش عاوز اسيطر ولا بتاع. على فكره المحاره بتاعتهم كانت زي الزفت وما رضيتش اقول لهم لان هم مش بتاعتهم، لكن دي بتاعتهم. هم اختاروا 3 درجات خشب مختلفه. مش حابب تضايقهم يعني؟ اضايقهم؟ هم اللي بيضايقوني. انا بقول لك هم اللي بيضايقوني. اضايقهم ايه؟ لو سمحت افهمني، هم اللي بيضايقوني. ممكن منديل من فضلك؟ اكيد. اتفضل. عادي، خد راحتك في الكلام. والعياط مش معناه ضعف ابدا. عياط ايه؟ الترابيزه بتلق. انت ازاي عايش كده؟ انا مش فاهم. دي دكتوره ايه؟ انت دكتور ايه؟ كده احسن. حلو. دايما احنا حاسين بشعورنا بالذنب اللي مش مبرر تجاه اخواتنا في فلسطين. يعني حاسين انا نايم وبتغطى وهو بردان. الشعور ده مسيطر علينا الفترة اللي فاتت كلها، وحاسين معرفش بذنب، حاسين ان احنا مقصرين. فالشعور ده يعني هل صح؟ وازاي اطلع منه؟ يعني انا فعلا بكون نايم ومتغطي، بقول انا نايم ومتغطي وهم مش بيضغطوا. اقعد باكل، انا باكل وعارف اكل كل حاجة، هم مش عارفين ياكلوا. ودماغنا بتسحلنا بقى في الحتة دي كتير قوي. دماغنا دي الله يهديها بقى. احنا محتاجين نحدد حاجة بس يا باشمهندس، ان في حاجات داخل نطاق مسؤولياتي، في حاجات out of my control، خارج نطاق مسؤولياتي. اللي اقدر اعمله حاجات، فانا لو ما عملتهاش هحس بشوية تقصير او احساس ان انا في حاجة انا اعملها مش تمام يعني. فدي خلاص اشتغل عليها واعملها. والحاجات اللي خارج نطاق مسؤوليتي لو شغلت نفسي بيها فده معلش هنبقى محتاجين ان احنا نراجع عقدة الذنب دي جايه لنا منين، وليه انا طول الوقت حاسس ان انا مقصر. وبيسموه الذنب المرضي كمان. ما هو وجود الذنب موجود ماشي، بس الذنب المرضي ده اللي هو انا طول الوقت غرقان فيه ومش بايدي حاجه اعملها، حاجه مش بتاعتي out of my control. فده محتاج يتراجع بشكل عميق، لان ممكن بأثر بيئة أنا عشتها محسساني بالمسؤولية الزيادة بقى. المسؤولية الزيادة تجاه كل حاجة. أنا سبب في إن أنا خرمت الأوزون which isn't true. بس فأعتقد يعني موضوع فلسطين ده بوجه عام، بس أعتقد موضوع فلسطين في حاجات إحنا يعني مدنيين وناس في حدود دولة مختلفة، إن إحنا حاجات نقدر نعملها زي المساعدات المادية والدعاء، وإن إحنا نبقى متابعين الأخبار وننشر أخبارهم، وإن إحنا نعمل بحوث علمية في الموضوع ده. في حاجات out of our control. انا حاولت اوصل المساعدات وما وصلتش. انا حاولت اني الحرب دي تقف، بس ده ما حصلش. انا وصلت صوتي وما وصلش. فدي خلاص يعني دي بتاعت ربنا برضو. في حاجات احنا محتاجين نقر فيها بمحدوديتنا، دي بتاعت الله بقى، مش بتاعتنا احنا خالص. طب حلو. لو صادفتي مريض دخلك واعترف لك بجريمة، عمل جريمة، هل فعلا ان احنا نقول شرف المهنة اللي دايما بيتقال شرف المهنة، هل فعلا شرف المهنة بيمنعك انك تبلغي عن المريض ده، ولا
لا المفروض نبلغ، ده عمل جريمه. هو ده اكتر بيبقى فيها المتخصصين في الطب النفسي الشرعي، امم هم اللي بيبقوا بيتعاملوا مع اللي هم يعني صدر منهم جرائم او حاجات زي كده. احنا في العلاج النفسي او كاطباء نفسيين محدده لينا في القانون بتاع رعايه المريض النفسي، وهو قانون يعني جيد، اني نقاط معينه اللي اقدر فيها ان انا اكسر خصوصيه المريض، غير كده لا، ومش من ضمنهم ان هو ارتكب جريمه على فكره. لكن حاجات معينه كده يعني ان هو هيأذي، هيرتكب وبنية معقده لده، فاحنا بنقولها بدون تفاصيل شخصيه ولا حاجه، بس لانقاذ الحياه بتاعه الشخص التاني، او ان هو يكون هيرتكب الاذى تجاه نفسه. فدي برضو نقطة لازم ان احنا نقولها، وده بعرفهم لأي حد بيدخل عندي في البداية انا او غيري من الزملاء، ان دي الحالتين اللي بكسر فيهم الكونفيدنشاليتي او السرية المهنية يعني. وده بشكل قانوني. لكن وده ارتكب وخلاص، ده مش ارتكب وخلاص. طب ما هو جاي ليه يعني؟ هو اللي يقاضيه او يحاكمه حد غيري، انا مش الحاكم دلوقتي، مش دوري. ما هو زي ما بقول لحضرتك، في حاجات مسؤولياتي وفي حاجات مش مسؤولياتي اصلا. ساعات بيحصل لي كده ايرور وانا باجي اتعامل مع حد عنده ابتلاء، ما والده توفى، حصل له مصيبه، ما ابنه تعبان تعب شديد، فمش عارف اقرب بزياده ولا ابعد، هو محتاج يقعد لوحده يعني. مش ببقى فاهم انا اعمل ايه دلوقتي، المفروض اعمل ايه؟ كلنا بيحصل لنا الايرور ده بصراحه يعني. مفيش اجابه محدده او معلبه لده، بس انا ممكن اسال الشخص اللي قدامي هو عايز ايه او ايه المناسب ليه، وممكن اتواجد يعني. دي فرصه كويسه جدا، انا موجود في المحيط متواجد ومش سايبه، وهو شايف وشي بشكل مطمئن فده بيطمنه، ومتواجد بالفاسيلتيز بتاعتي. يعني هي برضو ان انا احس بحب اللي قدامي دي بكذا طريقه وبكذا لغه. ان انا اقضي له خدمه، ان انا اعمل له حاجه، اسلفه مبلغ، ان انا اساله سؤال، او ان انا اكون صامت. والله ده جزء هايل جدا. ولو انا اعرف شخصيته، محتاجه ان انا يعني من واقع مما سبق ابقى عارف هو في الوقت الحزين فيه بيبقى محتاج ايه بالظبط. بس مش هسيبه خالص. يعني اسيبه خالص دي برضو فيها تخلي، او ما كانش فيه تواجد. اكون يعني ما بين البين، يعني اقرب شويه واسيب له يعني، واساله محتاجني ازاي، واكون متواجد بخدماتي والفاسيلتيز اللي في ايدي يعني. طيب لو احنا بنتكلم ان النجاح مثلا هو سبب من اسباب السعاده، ليه بنشوف دايما ناس ناجحين مش سعداء؟ مش هو ده اللي راضيهم، مش هو ده اللي عاوزينه؟ ايه تعريف النجاح؟ ايه هي تعريف؟ دي النقطة. لأن النجاح عند عبد الرحمن غير النجاح عند محمد، غير النجاح عند مي، غير النجاح عند هند. احنا مختلفين في تعريفنا للنجاح. فمتهيألي أول سؤال بسأله في المواقف دي، تعريفك للنجاح ايه؟ ولو ظبط التعريف كويس وظبط مفرداته تجاهها وشاف برسبكتيف مختلفة أو رؤية مختلفة، ممكن يحس بشوية رضا، أو يحس إن هو سعيد، او يحس ان هو حقق حاجه. وتكون الحاجات دي تبقى يعني ما فيهاش cognitive errors او اخطاء معرفيه، بمعنى ان هي ما تبقاش مبالغ فيها قوي تعريف النجاح، الاكسبكتيشنز فيها عاليه جدا، او شخص بيطمح للكماليه والبرفكشنزم، فطول الوقت يبقى حاسس انا طلعت التاني مش مظبوط. انا جبت بدل ما حوشت 10,000 حوشت 8، رغم ان هو عمل انجاز. بدل ما جبت اجيب 50 من 50 جبت 48. فالحته دي حسب تعريفه للنجاح. وتعريفات النجاح مختلفة كتير، يعني ان انا اكون هادي وسعيد نجاح، ان انا اكون كونت اسرة كويسة نجاح، ان انا اكون شاطر في شغلي نجاح. انت مين؟ على حسب كده ممكن نحدد. يعني انا مثلا ساعات انا بحس ان انا عاوز اوصل للنقطة دي، بعد ما بوصل لها بحس ايه ده، انا عاوز اوصل يعني لسه ما وصلتش، او في حاجة تاني ظهرت انا عاوز اوصل لها. فهو ده بتحس انك انت مش مرضي، عشان انت عامل ان النجاح او السعادة تحقيق انجازات ورا بعض، او تحقيق حاجة وتؤدي الحاجة. ممكن نعيد تعريف النجاح والسعادة. يعني المشكلة عندي لا مش بالضرورة يعني. ايوه انا اقصد يعني انا افهم كويس انا محتاج ايه بالظبط كده. لان ده ممكن هو اصلا انا بعمل شوية انجازات باخد منهم شوية دوبامين وخلصت. طب ما الدوبامين ده هو معناه انه ناقص ليه، او انت ايه القيمة اللي من ورا الحاجة اللي انت عايز تعملها. فما اعرف ده والبي احتياجاتي النفسيه، ابقى مستقر زي ما يعني شرحنا المثال. هبقى انا يعني خلاص الحاجه جت حلو، ما جاتش هسعى لها بهدوء بدون ما بقى متوتر وورايا سباق.
بسابق مين وليه وعشان ايه. في ناس بتحفر وخلاص. طب بتحفر الحفره دي ليه؟ هو مش عارف. ده حقيقي. انا عايزه ابقى ليه؟ عشان هنوصل ايه في الاخر. فمتهيألي ضبط التعريفات والنوايا والبوصله بتاعتنا يظبط لنا، يخلينا هادين نشتغل بننجز بس واحنا هادين اكتر. حلو. ممكن يجيلك 2 بنفس المشكله بنفس الحاجه، وده تنصحيه بحاجه وده تنصحيه بحاجه تانية خالص. ده اللي اكيد على فكره. يعني عشان كده احنا مش بنحب نقول كتير في الميديا بقى هتتعامل مع المشكله الفلانيه كذا، هتتعامل ما عندناش اجابات جاهزه، ورغم ان هو علم. يعني هو علم، بس العلم ده within الكونتكست بتاعه، السياق بتاعه. فاللي ينفع مع فلان غير اللي ينفع مع علان. تربيته نشأت فلان للحاجه دي غير تربيته نشأت فلان للحاجه دي. المنظومه الادراكيه والمعرفيه بتاعته، هو مدرك النجاح في صوره ايه مثلا، مدرك الانفصال في صوره ايه مثلا، مدرك القيمه الفلانيه في صوره ايه مثلا، مختلفه بين فرد للتاني. فانا عشان اقرا قراءه صحيحه واقدر اوظف ده في سبيل ان هو يكون في احسن نسخه منه، لازم افهمه كويس جدا. ما اقدرش اديله، ما اقدرش اكتبها كده في نصايح لعلاج كذا اعمل كذا وكذا، ما اقدرش. ده في ناس بتكتئب في الاعياد، في ناس في المناسبات بتبقى حاسه بالحزن، فده هتقول لي ما هو دي حاجه جنرال. لا، في ناس كده. فانا محتاجه افهم مين اللي قدامي كويس يعني. طب ازاي بتفرقي بين اللي جاي لك ده عنده اكتئاب او هو زعلان او عنده يعني هو في فتره زعل؟ ده سؤال مهم قوي، عشان احنا دايما بنقلل ونسفه من اللي بيتشخص بتشخيص اضطراب الاكتئاب. وده تشخيص كده يعني يحترم جدا. بيبقى البيولوجي بتاع دماغ الشخص متأثرة، الكرونيك ستريس او الضغط النفسي المزمن يوصله لكده، وطريقة التنشئة بتاعته في حاجات محطات معينة ممكن تكون سبب وعامل من ده. الزعل ده استجابة طبيعية. أنا بشر، أنا بزعل بفرح وبحزن وبغضب وببقى حاسس شوية بأن أنا مش مبسوط. يعني دي مشاعر طبيعية جدا. في التشخيص الطبي بقى ليها مدة معينة وليها كرايتيريا معينة، خصائص معينة يعني طبية. بس أنا هل مثلا أنا لو جيت دلوقتي أنا في فترة زعل شديد ولكن مش اكتئاب، هل أنت حضرتك بتفرقي بين ده وده؟ أكيد. يعني بوجه عام كده، طالما انا حياتي ماشيه يعني بقدر ادي وظايفي الحياتيه والعلاقات وشغلي ماشي. ففي الغالب مش دايما، لان في ناس هاي فانكشنينج ديبريشن يعني وانا مكتئب وعندي اضطراب الاكتئاب اقدر انجز واعمل اللي عليا. فمش دايما، بس بوجه عام كده اي قلق او اكتئاب او مثلا شويه وسوسه او كده موجودين، لكن انا قادره ادي المهام بتاعتي بكفاءه جو اون. مش قادره وابتدت الامور تختل والمده بتاعت المشاعر دي طالت واثرت على حاجات جوايا، لا نبدا نستشير حد متخصص. حلو. احنا دايما في نهايه الحلقه بنلعب لعبه، ولكن احنا يعني هنا شويه طماعين، فخلينا اللعبه برضو اسئله اصلا. يعني حالات عندنا وناس اصحابنا مزنوقين في شويه اسئله. فاحنا عملنا صندوق الدنيا. بما ان حضرتك عندك كتابك صندوق الدنيا، عملنا صندوق الدنيا ده فيه شويه اسئله وناس اتعرضت لمشاكل. حضرتك هتختاري، ممكن عشان وقت الحلقه نختار 3 مشاكل ونبدا نجاوب عليها. اوكي ماشي. اختار. بسم الله الرحمن الرحيم. اختار لنا ال3 وانا يعني مع بعض وانا اسالهم لك. تمام، اتفضل. اول سؤال. طفلي من ذوي الاحتياجات الخاصه او الهمم، وكل الاهتمام بيروح له لاني مقتنعه ان هو اولى. بتقصر اكيد مع الاطفال التانية. كان في فيلم كده يعني كان اسمه وندر، كان في طفل ذوي احتياجات خاصه وكان متوجه عليه كل الضوء. فلفت نظري اني اخته كده قالت جمله في الاخر: هو الشمس بتاعه البيت واحنا بندور حواليه، او فيما معنى الجمله دي. اولا هم ابطال، امهات واباء ذوي الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه ابطال. فمش عايزه انظر عليهم واقول لهم لا انت كده هتاثري او تعملي. قدر المستطاع نوازن، قدر المستطاع. يعني اتقوا الله ما استطعتم. على في تقصير هيحصل، في اخطاء هتحصل، في حاجات هو اسمه احتياجات خاصه يعني لازم يتبذل له مجهود اكتر شويه.
ومع الوقت ومع ان انا علاقتي كويسه عامله يعني كونكشن حلو بيني وبين باقي الاسره وباقي الاطفال، اقدر افهمهم انا ليه بعمل ده. وبتتوكل على الله، يعني كفايه هي كفايه يعني اللي عليها، ما تفكرش بقى بحته ان انا مقصره ده محتاج يتظبط شويه. بالعكس هي ممكن تكون عامله بزياده، مطلوب منها بزياده. حلو، فكتر خيرها. حلو. تاني حاجة، بحس بصعوبة ان يتواصل مع ابني المراهق اللي رافض يسمع مني اي توجهات. اوكي، انا اعرف متهيألي هترتاح الام او الاب اللي بيسأل السؤال ده اما يعرف ان كل مرحلة ليها حاجات هي صعبة وتحديات بالنسبة لنا، بس طبيعية، طبيعة المرحلة. يعني ابو 5 سنين ده ممكن يكذب له شوية ويتخيل حاجات، لو الام والاب عرفوا ان ده من طبيعه المرحله بيرتاحوا. في فتره المراهقه هكذا، حته ان انا هو متمرد شويه، عايز يجرب حاجات جديده، ابتدى صوته يعلى، ابتدى يقول لا في تعارض او كده، من طبيعه المرحله ان يحصل كده. فده هيهديك جامد، وفي نفس الوقت برضو الحوار اخلي طول الوقت في حوار مفتوح. بوجه من بعيد لبعيد، بقول رأيي وبمشي عشان بس ايه ما نحتدمش مع بعض. بكتبه احيانا، لا انا بقول رأيي فهو بيعلي صوته وانا بعلي صوت، وتبقى خناقه واحتداد مش اجمل حاجه. ممكن اكتبه كده بطريقه شيك واحطه، ممكن اشغل فيديو حاجه بتتكلم عن الموضوع، ممكن اشوف الحد المؤثر في شخصيه ابني، معلم، شيخ، زميل لي. دي فتره بتاعت ضغط الاقران او تاثير الاقران بيبقى اكبر اثر من اي اب او ام او حد ذوي سلطه يعني، او اكبر خال، عم، خاله، حد قريب يعني. ادخل حد وسيط ما بيننا. يس. عندي يأس وشعور دائم اني ماليش دور في الحياه بسبب محاولاتي في الشغل اللي دايما بتفشل، وده موقفني اني اجرب تاني لاني مش هستحمل فشل تاني. اوكي، يعني متهيألي محتاجين نراجع المنظومه الفكريه المعرفيه ورا ده. لاني احيانا بيبقى الشخص ملبد بفكره ان انا فاشل، وممكن يكون هو ناجح في حاجات كتير جدا، بس هو اللي معرف الفشل بشكل معين. فمحتاج يراجع، يعني حد يناقشه في افكاره اكتر. حلو. هسألك اخر سؤال يعني فضل. دلوقتي خطرني، هل حضرتك بعد ما بقيتي تفهمي الوضع اكتر، يعني ممكن تنصحي بشكل مختلف عن زمان قبل ما تبقي لان الواحد لما بيتحط في التجربة غير لما هو بيقول كلام علمي يعني. ده حقيقي. حتى الاخوه المسيحيين بيقول ربي منحني تجربه يعني عشان اقدر افهم السياق كله. اكيد كل مرحله بنمر بيها بنبدا بقى ايه نعذر اللي كانوا قبلنا ونقول لا، طب ما انا اتحطيت في الموقف، وده بيخلي ده من رحمه ربنا بالبني ادم على نفسه وعلى غيره. فبيقلل احكامه، خليه كده ايه مش جادجمنتال، يعني يتواضع ان ايه ده بنغلط اهو، ايه ده بتحصل هفوات، ايه ده وانا ظابطها قوي قوي اهو فلتت مني في حاجات. اكيد كل تجربه بنتحط فيها ليها مغزى في الحياه، لو فهمناه وتعاملنا معاه بتمر الدنيا كويسه، وبيضيف لنا حاجه تراكميه، خبره تراكميه. الغربه، الامومه، الابوه، الارتباط، الفشل في شغل، في علاقات، كل ده بيعمل تكوينه كده. بيفيدك في شغلك وتأثري على الناس التانية بشكل مختلف، مش بشكل مباشر بس اكيد بشكل غير مباشر. اكيد ده بيأثر يعني. اكيد انت بترتاح لحد معين او بتشوف ان الشخص ده مر بحاجة معينة، فبشكل غير مباشر كده حتى المنظومة القيمية ممكن تنتقل من المعالج للمتعالج بدون ما المعالج يقوله خليك صادق، ما تشربش سيجارة. لا، هو ده بشكل تلقائي يعني. ايوه. في النهاية انا مبسوط جدا اني حضرتك معانا النهاردة. طبعا الوقت ما كفاش ان احنا نسأل كل الاسئلة اللي محضرينها، ولو احنا نقدر نحضر اكتر بكتير. في النهاية مبسوطين بوجودك معانا، ودايما بنقول للناس خلي ليك اثر طيب في حياة اللي حواليك، واحنا دايما في برنامجنا بنتكلم عن امبارح والنهاردة وبكرة. تابعونا في كل المنصات. السلام عليكم.